قرية العيشة، وهي قرية كردية من عشيرة إيل بقلي، منهم عائلة الكردي. عدد سكانها حوالي 700 نسمة. مساحة القرية 1300 هكتار. القرية تتبع لناحية الراعي في منطقة الباب في محافظة حلب، تبعد عن حلب شمالا 40 كيلومتر، وعن منطقة الباب شمالا 20 كيلومتر، وعن ناحية الراعي جنوبا 7 كيلومترات. القرية على الطريق الواصل بين أخترين وجرابلس، يحدها من الشمال قرية ألجي، ومن الجنوب قرية تلجرجي، ومن الغرب قرية جبين، ومن الشرق قرية عامرية. أهل القرية يتكلمون اللغة التركمانية بسبب القرب من الحدود والتخالط مع القرى التركمانية المجاورة. لذلك تدعي دولة الاحتلال التركي بأن القرية تركمانية، وهي ليست كذلك، بل قرية كردية. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والخضروات الصيفية، وفيها أشجار الزيتون والعنب، ويعملون في مهنة الحدادة، ويملكون الحصادات أيضا. هذه القرية أيضا تعرضت للقصف المتبادل بين داعش وفصائل المعارضة السورية، مما أدى إلى تدمير منازل في القرية وتهجير البعض منهم إلى مناطق آمنة. قامت دولة الاحتلال التركي إلى توطين أناس آخرين في القرية أتوا من دير الزور، وتم الاستيلاء على أملاك أهالي القرية أو أغلبية أهالي القرية وبناء مستوطنات فيها. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية.